السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة عندنا إيه؟ عندنا النهاردة درس الأقاليم المناخية. فأنت أول تتفرج علينا ما تنساش عنا باللايك وتشترك في القناة، تصلي على النبي في الكومنتات، تشارك أصحابك الفيديو. درس الأقاليم المناخية من الدروس الثقيلة. خلصنا من الدرس ده فالموضوع انتهى في الجغرافيا. يعني الدرس ده لو اتحفظ خريطته كده كل اللي جاي في الجغرافيا كله سهل. تمام كده، يبقى أنا خلصت لك الوحدة الأولى جغرافيا كلها. تمام، نسيب بقى ايه اللايك الجميل، يلا صلي على النبي في الكومنت. اول حاجه هنبدا فيها، تاني هنقول عنوان الدرس: المناخ والنبات الطبيعي. طيب يا عم معتز، هنتكلم عن ايه؟ اول حاجه هنتكلم عنها في درس المناخ والنبات الطبيعي، اقول لك يعني ايه اقليم مناخي. هتقول لي مناطق متصله او منفصله. مناطق محدده على سطح الارض لها خصائص مناخيه من حيث درجه الحراره والرياح والامطار. تاني مناطق محدده على سطح الارض لها خصائص مناخيه معينه من حيث درجه الحراره والرياح والامطار. هيقول لك يا باشا ان المناخ بيختلف من قاره لقاره، يعني في قاره حاره وقاره بارده وقاره معتدله وقاره مش عارف ايه. ايوه صح. ومن دوله لدوله، ايوه برضه بيختلف من دوله لدوله. هتيجي انت جاري تقول لي ايه العوامل المؤثره في المناخ؟ يعني ايه اللي بيخلي الدنيا حر او ساقعه او معتدله؟ ثلاث حاجات. بيجي السؤال ده: دلل او اكمل. العوامل المؤثره في المناخ هتكون الموقع الفلكي والموقع الجغرافي والتضاريس. يبقى العوامل المؤثره في المناخ كام حاجه؟ ثلاث حاجات: موقع فلكي، موقع جغرافي، تضاريس. دي اكمل، دي دلل. هتبدا بيها مستر معتز. هبدا بالاقاليم المناخيه الحاره اللي هي الاستوائي وشبه الاستوائي، المداري، الموسمي، الصحراوي الحار. مستر احنا ما عندناش صحراوي حار. انا عارف ان انا ما عنديش صحراوي حار، انا بقول لك الاقاليم المناخيه الحاره اسمها ايه. تمام، والاقاليم المناخيه الحاره نبدا تمتد من 30 ل 30. كل المناخ الحار يبدا من عند 30 شمالا لحد 30 جنوبا، وزي ما قلت لك استوائي وشبه استوائي، مداري، سوداني، او موسمي، وانا ضفت لك كمان ايه الصحراوي. طيب عم معتز، ايه اللي عليه الدور دلوقتي؟ هنبدا نشرح واحده واحده من الاقاليم. تركز على كل سؤال هقول لك كاكمل، كاكتب ما تشير، كبما تفسر. لازما حفظت سؤال. لو انت حفظت درس الاقاليم اسئله، الدرس بقى سهل خالص. طيب هنبدا بالاستواء وشبه الاستواء. الموقع بتاعه مش حافظ عني، بس لازم اكون عارفه من 0 ل 10 شمالا وجنوبا. يعني هو بيبدا من 0 لحد 10 شمالا، ومن 0 لحد 10 جنوب. ماشي. القارات: المناخ ده موجود في ثلاث قارات بس: اسيا، افريقيا، امريكا الجنوبيه. اشمعنى اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه يا مستر معتز؟ لان ده اللي بيمر فيه دائره الاستواء. يبقى دائره الاستواء بتمر في قاره افريقيا وقاره امريكا الجنوبيه وقاره اسيا. فاسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه اللي جاي كله اكمل. فين في اسيا؟ اندونيسيا. فين افريقيا؟ حوض الكونغو. فين في امريكا الجنوبيه؟ حوض الامازون. دي بتيجي يا مستر معتز؟ بتجي لك اكتب ما تشير، بيجي لك اكمل، بيجي لك اختار. يبقى في اسيا في اندونيسيا، افريقيا في حوض الكونغو، امريكا الجنوبيه حوض الامازون. طيب الخصائص المناخيه: حد واقع عند خط الاستواء. يبقى ارتفاع درجه الحراره يا مستر طوال العام، سقوط الامطار طوال العام. بتغنيها تقولها ازاي يا مستر؟ ارتفاع درجه الحراره وسقوط الامطار طوال العام. خلص. تاني: ارتفاع درجه الحراره وسقوط الامطار طوال العام. الخصائص النباتيه: النباتات اللي بتنمو هناك، إيه الدنيا اللي ماشيه هناك؟ غابات استوائيه، اشجارها كثيفه متشابكه زي المهوجني والمطاط. اشجار الاستواء وشبه الاستواء ايه؟ المهوجني والمطاط. وحيواناتها عد معايا: طيور زواحف، حيوانات متسلقه. طيور زواحف حيوانات ايه يا باشا؟ متسلقه. ده الاستوائي وشبه الاستوائي. ايوه ده الاستواء وشبه الاستوائي. اللي بعده كده يا مستر معتز، اللي بعده يا سيدي المدار الحار. والمدار الحار من اسمه اكمل يطلق عليه ايه؟ السوداني. يبقى الاقليم المداري الحار اسمه الثاني ايه؟ سوداني. وخلي بالك ان هو ممكن يسيب المنهج كله، يسيب كل الكلام ويجي يقول لك ايه؟ المدار الحار اسمه ايه؟ سوداني. تمام. وموقعه ايه؟ قال لك يا باشا من 10 ل 18 شمالا وجنوبا. يبقى من 10 ل 18 شمالا، ومن 10 ل 18 ايه؟ جنوبا. والقارات هيبقى كتير شويه المره دي: اسيا، افريقيا، امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه، استراليا. تاني: اسيا وافريقيا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا. فين في اسيا؟ جنوب غرب القاره. فين في اسيا؟ جنوب غرب القاره. طب فين في افريقيا وامريكا الجنوبيه اللي انت حاططهم مع بعض؟ شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. يبقى في افريقيا وامريكا الجنوبيه ايه؟ شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. طب في امريكا الشماليه ايه؟
بعض اجزاء جنوب القاره، ولا استراليا شمال القاره، واستراليا شمال القاره، واستراليا شمال القاره. عدتها كتير قوي يا مستر، انت بتنبأ على حاجه جايه، بنبأ على حاجه جايه. اقليم مناخ يوجد شمال استراليا وسكت، يبقى السوداني او المدار الحار. ليه، هو في حاجه ثانيه هتيجي في شمال استراليا؟ ايوه، يبقى شمال استراليا وسكت يبقى المدار الحار. طيب يا عم معتز، الخصائص المناخيه له صيف حار ممطر، شتاء جاف. المداري لو حفظته حفظت اللي جاي بعده. يبقى الخصائص المناخيه صيف حار ممطر، شتاء جاف. طيب في نباتيه، اشجار اقل كثافه، غابات مداريه الاول، واشجار اقل كثافه وتشابكا من الغابات الاستوائيه بس، وحشائش السافانا. خلص. ماشي، يبقى ايه الاقليم المناخي اللي بيوجد شمال استراليا وسكت؟ يبقى المدار الحار او السودان. والمدار الحار اسمه الثاني ايه؟ السودان. والمناخ صيف حار ممطر شتاء جاف. حفظت المدار الحار السوداني، حفظت الموسمي بنسبه 80%. في موقع فلكي يعني من 0 ل 10 او من 10؟ لا مفيش. في قارات على طول، قارات على طول. اسيا في الهند وشبه جزيره الهند الصينيه جنوب الصين. يبقى فين في اسيا؟ في الهند وشبه جزيره الهند الصينيه جنوب الصين. افريقيا اكمل هضبه اثيوبيا وجزيره مدغشقر. يبقى فين في افريقيا؟ في هضبه اثيوبيا وجزيره مدغشقر. استراليا اقصى شمال القاره. يبقى شمال القاره يبقى مداري حار موسمي. شمال القاره يا مستر ركز، شمال القاره مداري حار سوداني. طب اقصى شمال القاره موسمي. ده كده اكمل. بقول لك خد سؤال بين السطور لازم تركز بالك عليه. افريقيا هضبه اثيوبيا وجزيره مدغشقر. الخصائص المناخيه يا باشا، صيف حار ممطر، شتاء جاف. ده بتاع المدار الحار السوداني. ايوه انا قايل لك لو حفظته خلاص كده يا مستر. انت عاوز تقول لي ان المدار الحار والسوداني والموسمي متشابهين؟ ايوه. هنا غابات موسميه. ممكن يجي يقول لك تنمو الغابات الموسميه ليه؟ تقول له انت بقى تفسر بسبب غزاره الامطار التي تسقط في فصل الصيف، بسبب غزاره الامطار في فصل الصيف. اشجارها جوز الهند. اشجار الموسمي جوز الهند. اشجار الموسمي جوز الهند. طب الحشائش عندي سفن. ايه ده بقى يا عم معتز؟ بقى كل اللي احنا قلناه الثلاث اقاليم اللي احنا قلناهم لازما نختارهم على الخريطه. لازما نختارهم على الخريطه. ده يا باشا كده استوائي وشبه استواء. يبقى ده الاستواء وشبه الاستواء. استواء وشبه استواء. 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 يبقى ده استواء وشبه استواء، وده استواء وشبه استواء، وده استواء وشبه استواء. طيب ايه التاني يا مستر معتز؟ اللي انت عايزه يا باشا. مداري حر سوداني. ادي يا عم المداري الحر. ايه السوداني؟ مداري حر سوداني. 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 ماشي. مداري حر سوداني. مداري حر سوداني. مداري حر سوداني. اهين دي كده مداري حر سوداني. مداري حر سوداني. مداري حر سوداني. فاضل إيه يا عم معتز؟ الموسمي. موسمي يلا خليه موف. موف يا عم. ده كده موسم. ده كده يا عم انت موسم. يبقى ده يا عم انت موسم. وايه تاني؟ الموسم. ده ايه؟ موسم. ماشي. موسمي. موسم هضبة اثيوبيا واللي انا ملونها جزيرة مدغشقر. خد بالك من دي موسم. والحته الرفيعه دي موسم. سكرينتك لخريطتك. يلا بينا. كده احنا خلصنا 3. ايه اللي بعد كده يا عم معتز؟ اللي بعد كده يا سيدي الناس شويه اسئله هنجيبها من الحته اللي احنا قلناها. يتشابه المدار الحار مع الموسمي في الخصائص المناخيه. هتقول له صيف حار ممطر شتاء جاف. طب يتشابه المناخ الموسمي مع المدار الحار نبات. هتقول له حيث ينمو بحشائش السبانه. نبات حشائش السبانه.
يطلق على السافانا حديقه حيوان طبيعيه، تقول له يوجد بها حيوانات اكله عشب وحيوانات اكله لحوم. تتدرج السافانا في الطول، هتقول له حسب كميه الامطار. 4 اسئله مهمين جدا لازم تخلي بالك. اهو لو قال لي مداري موسمي مناخ، صيف حار ممطر شتاء جاف. لو قال لي مداري موسمي نبات، هتقول له حاشيه السافانا. لو قال لك تتدرج السافانا في الطول، تقول له حسب كميه المطر. لو قال لك حديقه حيوان طبيعيه، تقول له حيوانات اكله عشب حيوانات اكله لحوم. الثلاثه اللي عليهم الدور الخصائص المناخيه المعتدله، يعني دي الاقاليم المعتدله، البحر المتوسط. وهنشوف اللي بعده. ماشي يا باشا؟ ماشي. موقع البحر المتوسط من 30 ل 45 شمالا وجنوبا غرب معظم القارات. من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. فين؟ غرب معظم القارات، غرب معظم القارات، غرب معظم القارات، غرب معظم القارات. ليش معنى؟ صح وغلط. وايه؟ وكل القارات بتوجد فيهم عدا انتاركتيكا، يعني اسيا، افريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا. اسيا على سواحل الشام وتركيا، وفي افريقيا على سواحل دول المغرب العربي، وفي امريكا الشماليه في الغرب بولايه كاليفورنيا، وفي امريكا الجنوبيه في الساحل الاوسط في شيلي. هتجي لك امريكا الجنوبيه دلوقتي، تعالى نمشي مع بعض كده لغايه ما نطلع امريكا الجنوبيه. يلا، امريكا الجنوبيه فين؟ هي الساحل الاوسط في شيلي، وفي استراليا جنوب غرب القاره، وفي استراليا جنوب غرب القاره. تاني، اسيا على سواحل الشام وتركيا، وفي افريقيا على سواحل دول المغرب العربي، وفي امريكا الشماليه في الغرب بولايه كاليفورنيا، وفي امريكا الجنوبيه في الساحل الاوسط في شيلي، وفي استراليا جنوب غرب القاره، وفي استراليا جنوب غرب القاره. الخصائص المناخيه: حر جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. بتاعنا احنا، ده بتاعنا احنا اللي هو ايه بقى؟ حر جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. طب الخصائص النباتيه: غابات معتدله او غابات البحر المتوسط، اشجار دائمه الخضره ذات اوراق عريضه، زيتون، زيتون، زيتون. اشجار دائمه الخضره ذات اوراق عريضه، زيتون. وحشائش الاستبس، هتركز ان اشجار دائمه الخضره وحشائش الاستبس. تمام. واوروبا في الساحل المطله على البحر المتوسط. في اوروبا السواحل المطله على البحر المتوسط. طيب، الاستبس في امريكا الشماليه يستغل كمراعي طبيعيه. يبقى اما اجي اقول لك يطلق على الاستبس مراعي طبيعيه، هتقول له الاستبس حديقه حيوان مراعي طبيعيه، هتقول له الاستبس. تعرف في امريكا الشماليه باسم البراري. قال لي ده بقى عشان احنا حاسين ان احنا تهنا منك. يلا بينا. في العروض المعتدله من 30 ل 45 شمالا وجنوبا غرب معظم القارات. القارات: اسيا، افريقيا، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا. فين في اسيا؟ سواحل الشام وتركيا. فين افريقيا؟ على سواحل دول المغرب العربي. فين في امريكا الشماليه؟ في الساحل الاوسط في شيلي. فين في امريكا الجنوبيه؟ في الغرب بولايه كاليفورنيا. فين في امريكا؟ فين في اوروبا؟ على السواحل الدول المطله على البحر المتوسط. فين في استراليا؟ جنوبها الغربي. خصائص المناخيه: حر جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. خصائص نباتيه: غابات البحر المتوسط، اشجار دائمه الخضره ذات اوراق عريضه، اهمها الزيتون. حشائش الاسترس تستغل كمراعي طبيعيه، تعرف في امريكا الشماليه بحشائش البراري. طيب، ايه الاقليم اللي بعد كده يا باشا؟ الاقليم اللي بعد كده لازم تخلي بالك منه: المعتدل شرق القارات، له اسم تاني الصين. المعتدل شرق القارات اسمه التاني يا عم معتز الصين. منين اللي فين يا عم معتز؟ من 30 ل 45 شمالا وجنوبا شرق القارات. من 30 ل 45 شمالا وجنوبا شرق القارات. ايوه، اللي جه في دماغك صح. نفس موقع البحر المتوسط، بس واحد غرب القارات وواحد شرق القارات. جميل جدا. قال لك يا باشا من 30 في العروض المعتدله برضه من 30 ل 45 شرق القارات. طيب، القارات مش هتبقى كتير زي اللي فات. ما قالكش في معظم القارات: اسيا، افريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا. يعني مش موجود في اوروبا. ايوه، مش موجود في اوروبا بالظبط كده. قال لك يا باشا فين؟ عشان هتبقى الاغنيه: في اسيا شرق الصين، في اسيا شرق الصين، في اسيا شرق الصين. لكن في افريقيا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا جنوبها الشرقي. لكن في افريقيا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا في جنوبها الشرقي. يبقى اسيا شرق الصين، وفي افريقيا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا جنوبها الشرقي. يبقى ايه الاقليم اللي يوجد شرق الصين؟ الصين. طيب، خصائص المناخيه يا جدعان. خصائص مناخيه، تعال: ارتفاع درجه الحراره صيفا وانخفاضها شتاء. ارتفاع درجه الحراره صيفا وانخفاضها شتاء. سقوط امطار طوال العام مع زياده في فصل الصيف. يبقى تاني: ارتفاع درجه الحراره صيفا، انخفاضها شتاء، سقوط امطار طوال العام خاصه في فصل الصيف.
يبقى ارتفاع درجه الحراره صيفا وانخفاضها شتاء، سقوط امطار طوال العام مع زياده في فصل الصيف. الخصائص النباتيه غابات الاقليم الصيني. ها، الخصائص النباتيه غابات الاقليم الصيني. ها، اشجارها دائمه الخضره واهمها الصفصاف والبلوط. اشجارها ايه؟ لا، ايوه ايوه، دائمه الخضره يا لا. ايوه يا لا، يعني يشبه الصيني البحر المتوسط في اشجار دائمه الخضره. هنا ايه؟ صفصاف بلوط. ماشي يا باشا، ماشي يا عم معتز. ها، اللي جاي لك ديت انا عينها لك للاخر. التعرض لعواصف عنيفه مثل عواصف التيفون. يبقى تعرض الاقليم الصيني للتدمير كثيرا، هتقول له بسبب ايه يا باشا؟ تعرضه لعواصف التيفون. طيب ايه تاني يا عم معتز؟ اشجاره دائمه الخضره زي ما احنا قلنا. اشجار غابات دائمه الخضره. طيب في ايه تاني؟ تنمو بالقرب منها حشائش الاستبس. تنمو بالقرب منها يا مستر معتز حشائش الاستبس. كده يا مستر معتز كده خلصنا السين. عندك ايه دلوقتي؟ خريطه البحر المتوسط وخريطه الاقليم الصيني. عاوزك تركز معايا عشان اللي نحفظ خريطتنا واحنا موجودين هنا مع بعض. نروح على اوروبا اللي هي اسهل واحده. ليه؟ لانها على سواحل الدول المطله على البحر المتوسط. نروح فين؟ افريقيا. ها، سواحل دول المغرب العربي. وركز في افريقيا، انا قايل لك الزيتون. اوبا، سؤال اهو اللي على الخريطه اهو. اقليم مناخي يوجد شمال وجنوب افريقيا البحر المتوسط. بس كده يا مستر؟ بس كده. تعالى. ها، بحر متوسط. بحر متوسط. ها، بحر متوسط. ها، بحر متوسط. ها، كده البحر المتوسط خلص. يبقى بحر متوسط، بحر متوسط، بحر متوسط، بحر متوسط، بحر متوسط، بحر متوسط، بحر متوسط. ايه تاني يا عم انت؟ الصيني. الصيني. الصيني اهو. الصيني اهو. الصيني. هم. الصيني. مفيش في اوروبا. ماشي يا باشا. ها، الصيني. الصيني. يبقى ده صيني. صيني. ها، صيني. صيني. ها، الصيني. ماشي يا باشا، ماشي. ايه الاقاليم اللي بعد كده؟ يلا. ها، ايه اللي بعد كده يا عم معتز؟ البارده بقى. غرب اوروبا والمعتدل البارد. غرب اوروبا من 45 ل 60 شمالا وجنوبا غرب القارات. شمالا وجنوبا غرب القارات. القارات. تعالى يا برنس. اوروبا ده اساسي. امريكا الشماليه اساسي. امريكا الجنوبيه اساسي. شكرا يا برنس الجيل، ولا في تاني؟ شكرا يا برنس الجيل. اوروبا شمالها الغربي، امريكا الشماليه شمالها الغربي، امريكا الجنوبيه اقصى جنوبها الغربي. تاني. اوروبا شمالها الغربي، امريكا الشماليه شمالها الغربي، امريكا الجنوبيه اقصى جنوبها الغربي. تاني. غرب اوروبا. اوروبا شمالها الغربي، امريكا الشماليه شمالها الغربي، امريكا الجنوبيه اقصى جنوبها الغربي. طب الخصائص المناخيه بتاعتها؟ دافئ صيفا، بارد شتاء. سقوط امطار طوال العام خاصه في الشتاء والخريف. تاني. دافئ صيفا، بارد شتاء، سقوط امطار طوال العام خاصه في الشتاء والخريف. طب الخصائص النباتيه؟ تنمو فيها الغابات النفضيه. هيجي يقول لك بما تفسر سميت بالنفضيه، هتقول له لانها تنفض اوراقها في الشتاء لشده البروده. اهم اشجارها ازاي؟ يبقى ايه الاقليم المناخي اللي يوجد اقصى جنوب غرب؟ غرب اوروبا. اقصى جنوب غرب امريكا الجنوبيه غرب اوروبا. اهم اشجاره ازاي؟ سميت بالنفضيه ليه؟ لانها تنفض اوراقها في الشتاء والخريف. طيب ايه الاقليم اللي بعد كده؟ المعتدل البارد شرق القارات. له اسم تاني؟ ايوه له اسم تاني. اسمه ايه؟ اللورنسي. يمتد منين لفين؟ من 30 لا من 45 ل 60 شمالا بس، شمالا بس، شمالا بس، شمالا بس. شرق القارات. ايه يا عم معتز القارات؟ يلا يا باشا. اسيا. شمال شرق الصين وشمال اليابان. شمال شرق الصين وشمال اليابان. شمال شرق الصين وشمال اليابان. عشان كان من شويه في شرق الصين صيني، شرق الصين صيني، شرق الصين صيني، شرق الصين صيني،
شمال شرق الصين وشمال اليابان لورنسي. امريكا الشماليه شمالها الشرقي، وشكرا يا عم الحاج. يبقى هو في ايه؟ في اسيا وامريكا الشماليه. حتتين بس. شتاء بارد، صيف معتدل، سقوط امطار طوال العام خاصه بفصل الصيف. تاني شتاء بارد، صيف معتدل، سقوط امطار طوال العام خاصه بفصل الصيف. الخصائص النباتيه يا عم معتز؟ غابات مخروطيه. غابات مخروطيه، اهم اشجارها الصنوبر والشربين. اهم اشجارها الصنوبر والشربين. وايه تاني يا عم معتز؟ حيواناتها ذات ثراء كثيف مثل الدب القطبي. حيواناتها ذات ثراء كثيف مثل الدب القطبي. كده انا عاوز كام مكان؟ كده انا عندي اقليمين. فاضل ايه يا مستر؟ فاضل اقليمين بعد ده وكده يكون خلصناه. اللورانسي اهوت. اللورانسي اهوت. اللورانسي اهوت. خلي بالك انا سايب حته فوق فاضيه. اللورانسي اهوت. شكرا. ما هو قال لي اسيا وامريكا الشماليه. طيب اللي قبله كان ايه يا عم معتز؟ كان غرب اوروبا. ماشي، بص يا باشا، غرب اوروبا اهو. غرب اوروبا يا باشا. غرب اوروبا يا باشا. ماشي يا باشا. غرب اوروبا يا باشا. غرب اوروبا يا باشا. غرب اوروبا يا باشا. ها غرب اوروبا يا باشا. غرب اوروبا يا باشا. غرب اوروبا يا باشا. ها غرب اوروبا يا باشا. غرب اوروبا يا باشا. شكرا يا باشا. يبقى ده غرب اوروبا، وده غرب اوروبا، وده غرب اوروبا، والحته الصغنططه دي ايه؟ غرب اوروبا. ده لورنسي، ده لورنسي، ده لورنسي. الصوت يالا عشان انا سامعك يالا. الصوت يالا. طيب اللي بعده فاضل اخر اتنين، التندره والجبلي. والتندره يسود المناطق القطبيه المتجمده، اكتب ما تشير، اقليم مناخ يسود المناطق القطبيه المتجمده، هتقول له التندره. ده اكتب ما تشير. طبعا ما وراء 60 ل 90. طيب القارات يا باشا، اسيا، افريقيا، امريكا الشماليه، القاره القطبيه الجنوبيه. اسيا الاجزاء القطبيه وشمال سيبيريا. اوروبا شمال القاره. امريكا الشماليه بعض اجزاء جنوب القاره، شمال كندا، معلش شمال كندا. امريكا الجنوبيه بعض اجزاء جنوب القاره اللي هي المحيط المتجمد الجنوبي. انتاركتيكا باكملها. انتاركتيكا باكملها. انتاركتيكا باكملها. يبقى تاني اسيا في الاجزاء القطبيه وشمال سيبيريا. اوروبا شمال القاره. امريكا الشماليه شمال كندا. امريكا الجنوبيه بعض جزر المحيط المتجمد الجنوبي. وانتاركتيكا باكملها. يبقى ايه الاقليم اللي بياخد انتاركتيكا باكمله؟ التندرة. الخصائص المناخيه، مناخيه يا مستر؟ صيف قصير، شتاء طويل، شديد البروده، سقوط امطار قليله في فصل الصيف، والثلج في الشتاء. تاني صيف قصير، شتاء طويل، سقوط امطار قليله في فصل الصيف، والثلج في الشتاء. الخصائص النباتيه عندهم طحالب تنمو سريعا في فصل ذوبان الجليد. عندهم يا باشا يعيش بقى حيوان الرنه. يبقى الرنه في التندره، الرنه في التندره، الرنه في التندره، الرنه في التندره. تمام تمام يا عم. فاضل يا عم معتز شتاء اهو، صيف قصير، شتاء طويل شديد البروده، سقوط امطار قليله في فصل الصيف، والثلج في الشتاء. طيب فاضل ايه؟ الجبلي. كده خلاص، كده برنس الجيل خلاص. الموقع، موقع ايه يا باشا؟ تشغل القمم والمحاضرات العليا. اكتب ما تشير. اقليم يشغل القمم والمحاضرات العليا. الاقليم الجبلي. الخصائص المناخيه، مناخ شديد البروده والجليد طوال العام مثل جبال الهيمالايا. طيب الخصائص النباتيه، تنوع الحياه النباتيه تقدر تفسر طبقا لارتفاع وكميه المطر. اكتب ما تشير. اقليم ينمو طبقا لارتفاع وكميه المطر، ده الاقليم الجبلي. تتنوع الحياه النباتيه في الاقليم الجبلي طبقا لارتفاع وكميه المطر. اخر سؤال، بعد قاره اسيا اكثر قارات العالم تنوعا في مناخها. دي هتجي لك بيها تفسر، وهتجي لك كمان اكمل اكثر قارات تنوعا في مناخها اسيا. بيها تفسر يا باشا، وذلك لكبر مساحتها وامتدادها في عدد كبير من دوائر العرض. وذلك لكبر مساحتها وامتدادها في عدد كبير من دوائر العرض. هنا بقى يا باشا فاضل ايه؟ التندرة والجبل. بص يا باشا، التندرة هيبقى كل اللي فوق ده. عايل لك زيتونه، دي تندر، مش لورانسي. لورانسي اللي تحتها تندر. ها تندرة. ها تندرة كلها تندرة. يبقى تندرة تندرة
طندرة 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 انتاركتيكا باكملها. فاضل ايه يا عم انت؟ انا زهقت والله العظيم، انا زهقت اكتر منك. فاضل الجبلي. اماكن الجبال جبلي، يعني دي جبال الهيمالايا يبقى ده اقليم جبلي. هنا كان في جبال اورال، ها جبلي. هنا كان في جبال روكي، جبلي. هنا كان في جبال الانديز، ها جبلي. في جبلي يا باشا. يبقى اي مناطق جبال اقليم جبلي. وانت مغمض. طولت عليك انا عارف، بسطت عليك الدنيا ان شاء الله. فلو انت اول مره تتفرج علينا ما تنساش تعملنا باللايك، تشترك في القناه، تصلح على النبي في الكومنتات، تشارك اصحابك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.